عشان تعيش في شقتها، عشان ترتاح، عشان تعبانة، ما لقيتش الصدر الحنين، ما لقيتش حد يطبطب عليها. ده بدأوا يخوفوها ويرعبوها أكتر، إن أنت لما تخلفي ابنك إحنا هناخدوه ومش هتشوفيه بعينك تاني وممكن نموته لو ما سمعتيش كلامنا. ده مش كده وبس، ده غير كمان إن هي كانت بتقوم على كوابيس بالليل وبتحلم بكوابيس غريبة جدا. عشان كده أقنعوها إن هي ملبوسة. البنت خلاص فاض بيها وقررت إن هي تنفصل. لما كلمت أهلها وقالت لهم إن هي مش قادرة تعيش ومش قادرة تكمل، للأسف الشديد ما لحقتش. تاني يوم على طول أو تالت يوم جالهم تليفون: بنتكم انتحرت. دخلنا لقيناها مربوطة في السقف وميتة. طبعا في ناس بتقول ان هم لما كشفوا عليها في الطب الشرعي او الموضوع فيه شبهة جنائية لان في كدمات على جسمها وضرب وتعذيب والكلام ده، فالموضوع اخذ مسار تاني. ولكن انا لحد دلوقتي ما اعرفش ايه الحقيقة، لان الموضوع لسه فيه تحريات شغالة ولسه برضه ما نعرفش مين الجاني ومين المجني عليه. رسالة بقى لأي أهل أب وأم: لما تجوز بنتك وتقول لك أنا مش قادرة أكمل، حتى لو هي حامل، حتى لو هي مخلفة ومعاها عيال ومش قادرة تكمل، نصيحتي ليك رجعها وقعدها في بيتك معززة مكرمة. بيتها أولى بيها، لأن هي للأسف الشديد يا تطلع من هناك جثة يا تطلع مجرمة. فهل تكون الرسالة وصلت؟ لما تكون بنتك محتاجاك اجري وروح وساعدها بدل ما ترجع وتندم، بدل الدموع دم. سلام، وربنا يخرجنا منها على خير ومع السلامة. هي كده كده خلاص الحروب شغالة وبتلم أوراقها. أشوفكم على خير.